مساء الحلويات صديقي، اخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير. النهارده ان شاء الله هناخد مع بعض متابعه، نكمل الاستمراريه في درس الهرمونات او فصل الهرمونات، وهنبدا في الدرس الثاني. شرحنا في الدرس اللي فات او في الحصص على مدار الثلاث حصص فاتوا ايه الدرس الاول: غده نخاميه، غده درقيه، جرد درقيه. اتكلمنا عن مقدمه الهرمونات. فالنهارده هنكمل كلامنا في الغده الكظريه والبنكرياس. باقي لنا كده حصتين شرح ثاني في الهرمونات، حصه النهارده والحصه الجايه ان شاء الله، كده نكون خلصنا فصل الهرمونات شرح. تمام يا صديقي؟ طيب يلا بقى نتوكل على الله عشان ما نضيعش وقت. ان شاء الله هنبدا نتوكل على الله في الغده الكظريه. زي ما تعودنا احنا لما ندرس اي غده فاحنا هندرس موقع وتركيب ووصف ووظيفه ومسميات. 5 عناوين رئيسيه لو عرفت تتكلم فيهم في اي غده فانت كده ملم بالغده بشكل كامل. بما ان احنا بنتكلم عن الغدد الصماء فاحنا اكيد هنتكلم عن الهرمونات. وهنتكلم النهارده عن الغده رقم 4 في المنهج، وهي الغدتان الكظريتان. الغده الكظريه اول حاجه من حيث الموقع، ناخد بس كده القلم. تمام. طيب من حيث الموقع، الغدد الكظريه تقع فوق الكليه. يعني انت دي الكليه اهي، هتلاقي فوق الكليه ايه؟ غده زي طربوش كده لونه اصفر. تمام، اللي هو الغده الكظريه. هم غدتين فوق كل كليه بيبقى فيه غده، فالغدتان الكظريتان من حيث الموقع يقعان فوق مين؟ فوق الكليه. خلاص، بيبقوا موجودين فوق مين؟ فوق الكليه. عشان كده بيبقى ليهم اسم تاني غير الغدتان الكظريتان، بيقول عليهم الغدتان فوق الكلويتان، يعني الغدتين اللي موجودين فوق مين؟ فوق الكليه. واخد بالك انت؟ طيب تعالى بقى نروح للحته اللي جايه. احنا كده عرفنا الموقع، تعالى بقى ندخل على التركيب. لما تاخد قطاع عرضي في الغده الكظريه فانت هتلاحظ ان الغده الكظريه بتبقى عباره عن طبقه كده خارجيه وطبقه داخليه. طبقه خارجيه اللي هي المنطقه دي ايه مثلا، وطبقه داخليه اللي هي المنطقه دي. الطبقة الخارجية منفصلة أو مختلفة عن الطبقة الخارجية الداخلية. تمام، من حيث إيه؟ من حيث الشكل اللي هو تشريحيا، ومن حيث الوظيفة فسيولوجيا. خلاص؟ يبقى المنطقة الخارجية تمام تنقسم الغدة الكظرية إلى منطقتين: منطقة خارجية اللي هي الجزء الخارجي أو الغلاف الخارجي للغدة، ومنطقة داخلية اللي هي إيه؟ الجزء الداخلي من الغدة. والمنطقة الخارجية احنا بنسميها القشرة، خلاص، اللي هي المنطقة دي كده. والمنطقة الداخلية بنسميها مين؟ النخاع. القشرة والنخاع مختلفين شكلا ووظيفة. مختلفين من حيث الشكل، يعني تقدر تميزهم بعينيك، مجرد ان انت تفحص الغدة هتقدر تقول ان ده القشرة وده النخاع. وكمان مختلفين من حيث الوظيفة، يعني تقدر ان انت تميز ما بينهم وظيفيا، لان الهرمونات اللي بيفرزها القشرة مختلفة تماما عن الهرمونات اللي بيفرزها النخاع، وده اللي هنعرفه ان شاء الله في حصة النهارده. يبقى منطقتين تتركب كل غدة من منطقتين متميزتين من الناحيه التشريحيه والفسيولوجيه، وهما القشره اللي هي الجزء الخارجي، والجزء الداخلي اللي هو النخاع. احنا كده اتكلمنا عن الشكل، اتكلمنا عن الموقع، واتكلمنا عن التركيب، واتكلمنا كمان عن الوصف. تعال بقى نتكلم عن مين؟ عن المسميات. هي ليها ايه مسميات؟ ليها 3 مسميات: الغده الكظريه وده الاسم العلمي، الغده فوق الكلويه وده الاسم على حسب الموقع، غدتا ايه؟ الانفعال او غدتا الطوارئ. سوري معلش، غدتا ايه؟ الطوارئ. تمام كده خلاص. غدتا الطوارئ ليه؟ لان هم بينقذوك في حالات الطارئه زي الخوف والفزع والقلق والتوتر والحزن والفرح والكلام ده كله، واداء الانشطه الرياضيه. فهم مسمياتهم كده الكظريتان فوق الكلويتان على حسب الموقع، وكذلك غدتا الانفعال او غدتا الطوارئ، نتيجه ان هم وظيفتهم مهمه جدا في عمليه الانفعال او حالات الطوارئ. خلاص، وده اللي هنعرفه لما ندرس الهرمونات. يبقى احنا دلوقتي درسنا كده الغدتان الكظريتان. باقي حاجه بسيطه في الغده وهي الهرمونات بتاعت مين؟ بتاعت الغده. قبل ما اروح اتكلم بس كده اخد صفحه فاضيه. ناخد صفحه فاضيه سريعا كده يا صديقي. احنا عندنا الغده الكظريه بتفرز نوعين من الهرمونات: هرمونات القشره، خلاص، وهرمونات النخاع. هرمونات القشره وهرمونات مين؟ النخاع. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ هقول لك الاثنين مختلفين تماما في كل شيء: في التركيب الكيميائي، في التنبيه اللي هو التحفيز يعني، كذلك في الوظيفه. هرمونات القشره هرمونات استرويديه، نغير بس اللون. هرمونات ايه؟ هرمونات استرويديه، خلاص، استرويديه.
يعني القشره بتستخدم الاحماض الدهنيه في بناء مين؟ في بناء الهرمونات بتاعتها. خلاص يبقى هرمونات القشره هرمونات استرويديه، يعني هرمونات ذات اساس دهني، يعني بالبلدي كده هرمونات بنستخدم في بنائها الاحماض الدهنيه. يبقى القشره تستهلك ايه؟ الدهون في عمليه بناء ايه؟ الهرمونات بتاعتها. اما هرمونات النخاع فهي هرمونات بروتينيه، يعني في اختلاف من حيث التركيب الكيميائي ما بين هرمونات القشره وهرمونات النخاع. كمان في اختلاف تاني من حيث التنبيه. التنبيه هنا تنبيه هرموني بواسطه الاي سي تي اتش. لما نعوز نحفز القشره ونزود هرمونات القشره بنرفع الاي سي تي اتش، فالتنبيه هنا بيكون تنبيه هرموني. على عكس النخاع، الاي سي تي اتش ملوش علاقه بالنخاع، مستقبلاته موجوده فقط على خلايا القشره، تمام؟ اما هنا التنبيه بيكون تنبيه عصبي، يعني بنبعت سيالات عصبيه للنخاع عشان نخليه يفرز. التنبيه الهرموني بيدي القشره استجابه بطيئه، يعني بيخلي الاستجابه نفسها طويله، يعني القشره بتستغرق وقت اطول في عمليه الاستجابه. يعني لما نعوز نحفز القشره هنزود الاي سي تي اتش، فالقشره تزود الهرمونات بتاعتها، فتبدا الهرمونات بتاعتها وظيفتها تزيد، فهنا الاستجابه بتكون بطيئه. لكن النخاع التحفيز بتاعه عصبي، لما نعوز نزود هرمونات النخاع بنبعت سيال عصبي للنخاع، النخاع بيبدا يزود الافراز بتاعه، فهنا الاستجابه بتكون سريعه، وده لان التنبيه هنا عصبي. اما هنا الاستجابه بطيئه لان التنبيه هنا تنبيه هرموني. طب تعالى بقى الجزئيه اللي بعد كده، ركز معايا. الجزئيه اللي بعد كده بتكلمك في ايه؟ بتكلمك في ايه الهرمونات هنا، ايه وظيفه الهرمونات اللي هنا، وايه وظيفه الهرمونات اللي هنا. بص يا صديقي ركز كده معايا. الهرمونات هنا متقسمه لثلاث مجموعات على حسب وظيفتها. يعني مثلا هتلاقي في مجموعه كده اسمها مجموعه الهرمونات السكريه. دي سميت بالهرمونات السكريه لان وظيفتها مرتبطه بتنظيم ايض الكربوهيدرات، ايض السكريات في الجسم، فعشان كده سميناها هرمونات سكريه. في مجموعه ثانيه اسمها مجموعه الهرمونات الجنسيه، ودي سميناها هرمونات جنسيه لان وظيفتها مشابهه لوظيفه هرمونات الذكوره والانوثه، فعشان كده سميناها هرمونات جنسيه. في مجموعه ثالثه بتفرز من القشره اسمها مجموعه الهرمونات المعدنيه، ودي وظيفتها مرتبطه بنسب المعادن في الجسم، بتنظم او الاتزان الداخلي لنسب المعادن، يعني بتنظم مستوى الصوديوم والبوتاسيوم والحاجات دي، عشان كده سميناها هرمونات معدنيه. يبقى هرمونات القشره هرمونات استرويديه، تنبيهها تمام كده خلاص تنبيه هرموني، استجابتها بتكون بطيئه، يعني لان التنبيه هنا بيكون هرموني. والهرمونات بتاعتها بتتقسم الى ثلاث مجموعات على حسب وظيفتها. لو انت ليك علاقه بالسكر فانت هرمون سكري، لو انت ليك علاقه بالصفات الثانويه الذكوريه والانثويه فانت هرمون جنسي، اما لو انت ليك علاقه بتنظيم المعادن في الجسم فانت هرمون معدني. طيب تعال بقى نروح لمين؟ للهرمونات بتاعه النخاع. هرمونات النخاع هي مجموعه واحده من الهرمونات اسمها هرمونات الطوارئ، اللي هي الادرينالين والنور ادرينالين، ودول بيفرزوا في حاله الانفعال او في حاله تعرض الجسم لحاله طارئه زي الخوف والفزع والحزن والفرح والكلام ده كله. خلاص، فهي مجموعه واحده من الهرمونات. يبقى احنا دلوقتي عرفنا هرمونات القشره وعرفنا هرمونات النخاع. نبدا بقى نمسك هرمونات القشره لوحدها نفصصها، نمسك هرمونات النخاع نفصصها. نرجع الصفحه اللي فاتت تاني. ركز بقى معايا. نبدا الاول بمجموعه الهرمونات السكريه. المثالين اللي عندك في المنهج هما الكورتيزون والكورتيكوستيرون. كلمه كورتي اللي في اول الكلام معناها ان ده هرمون قشره. كورتي قشره، تمام كده. كورتيك، تمام كده خلاص هرمون قشره. وكورتيزون برضه هرمون قشره. المهم الكورتيزون والكورتيكوستيرون هما مثالين على اهم الهرمونات السكريه. ليه سميناهم هرمونات سكريه؟ لان هم مسؤولين عن تنظيم ايض المواد الكربوهيدراتيه بالجسم، بينظموا ايض مين؟ ايض الكربوهيدرات، يعني بينظموا لك عمليه الهضم والبناء اللي بتتعرض لها السكريات في جسمك. على سبيل المثال مثلا الكورتيزون ليه دور مهم جدا لما حضرتك تتعرض لحالات نقص شديد للكربوهيدرات، يعني مثلا قعدت فتره طويله ما بتاكلش كربوهيدرات، فايه اللي بيحصل؟ فجسمك بيبدا يستهلك الجلايكوجين، فحضرتك نتيجه استهلاك الجلايكوجين ده حصل انخفاض كبير في مستوى الكربوهيدرات في جسمك. فايه رد الفعل الطبيعي؟ رد الفعل الطبيعي هنا ان الكورتيزون بيرتفع فيوفر لك، ركز معايا، يوفر لك الكربوهيدرات من مصادر اخرى ثانيه، يعني يحول لك البروتينات لسكر ويحول لك الدهون لسكر. طب ايه الفكره من دي؟ ما هو دلوقتي مش لاقي سكر
يجيبه من الكربوهيدرات، فيجيب سكر منين؟ من البروتينات والدهون. فوظيفه الكورتيزون مثلا على سبيل المثال لا الحصر، تمام كده خلاص، ان هو يوفر لك السكر الجلوكوز من مصادر اخرى غير كربوهيدراتيه من البروتينات ومين؟ والدهون. يبقى الكورتيزون هنا مهم جدا عشان يوفر لك سكر في حالات فقر الكربوهيدرات، في حالات فقر السكر، اللي هو انت ما اكلتش كربوهيدرات، استهلكت جزء كبير من المخزون بتاعك من الجلايكوجين، ففي الحاله دي الكورتيزون هو اللي بينقذك من الحاله دي عن طريق ان هو يوفر لك السكر منين؟ من مصادر اخرى غير كربوهيدراتيه. يعني الكورتيزون بيرفع مستوى السكر في الدم، بس طبعا مش بيرفعه كده على طول، لازم حضرتك تكون بتعاني من او يحصل في جسمك انخفاض شديد في مستوى الكربوهيدرات او في مخزون الكربوهيدرات. تمام. طبعا الكورتيزون من اشهر الهرمونات اللي هي بتستخدم في المجال الطبي بحكم ان هو بيعتبر مضاد لالتهابات الجهاز المناعي والحساسيه والكلام ده كله، لان ده بيستخدم كمسكن. بمعنى بص يا صديقي، تلاقي مثلا يقول لك ده بياخد علاج فيه كورتيزون، ده بياخد مش عارف ايه كورتيزون، ده الدكتور ما لقاش ليه مسكن فاداله كورتيزون. هي الفكره كلها في ايه؟ في ان يكون ان هو بيديه كورتيزون، فالكورتيزون زي ما هو ليه دور في ايض الكربوهيدرات، ليه دور تاني. هو مش دور، هو ليه اثر تاني على الجهاز المناعي، ان هو مثبط للجهاز المناعي. حالات الالتهاب الشديد، يعني جسمك لما يلتهب مثلا، والكلام ده هنفهمه اكتر لما ندخل فصل المناعه، لما يحصل التهاب نتيجه مثلا حساسيه، نتيجه التعرض لعدوى فيروسيه، عدوى بكتيريه، الكلام ده كله، فبيحصل التهاب شديد في الجسم. فالالتهاب ده بيكون مؤلم جدا، فالدكاتره بتلجأ كحل اخير للحصول لان هم يدوا المريض ده كورتيزون. ايه الفكره؟ الكورتيزون بيخفض مستوى التهاب الجهاز المناعي، بيخفض نشاط الجهاز المناعي، عشان كده بيخفف الالتهاب. خلاص. فالكورتيزون بالاضافه لوظيفته، طبعا المعلومه اللي انا بقولها دي خارجيه مش في المنهج، يعني مش هتسال عنها، ولكن هي معلومه اضافيه خلاص عشان دي التساؤل اللي بيجي في دماغك. فانت دلوقتي بتتكلم عن الكورتيزون كمثال على ايض الكربوهيدرات، كمثال على الهرمونات السكريه، ان هو بيوفر لك السكر من مصادر اخرى غير كربوهيدراتيه. تمام. وبتتكلم على الكورتيزون كوظيفه ثانويه بالنسبه له، ان هو مثبط للجهاز المناعي. لما الجهاز المناعي الالتهاب بتاعه يزيد، هو بيقلل نشاط الجهاز المناعي فيخفف الالتهاب ده ويخفف الحساسيه اللي بيتعرض لها جسمك. وصلت المعلومه؟ خلاص. ده كده الكورتيزون. الكورتيكوستيرون وظيفته مشابهه في حته السكر، ان هو برضه ليه دور مهم جدا في تنظيم العمليات الهضم والبناء اللي بتحصل للسكريات في الجسم. دي كده الهرمونات السكريه. في اي مشكله؟ اني بروبلم؟ هل حد عنده مشاكل؟ مفيش مشاكل ان شاء الله. ندخل على مين؟ الهرمونات الجنسيه. هرمونات جنسيه يعني ليها علاقه بالصفات الثانويه الذكوريه والانثويه. بص كده ركز معايا، بيقول لك هي هرمونات لها نشاط مشابه للهرمونات الذكريه والهرمونات الانثويه. يعني مش هي، يعني هي مش تستوستيرون ولا بروجسترون ولا ولا اندروستيرون ولا استروجين، لا هي مش دي، هي مش الهرمون دي، ولكن هي هرمونات نشاطها مشابه. يعني مثلا عندك التستوستيرون والاندروستيرون هرمونات ذكوره، وظيفتهم اظهار الصفات الثانويه الذكوريه. عندنا القشره بتفرز هرمونات تانية غيرهم، ولكن بيأدوا نفس الوظيفه، مع اختلاف طبعا نسبه الافراز، ان افراز القشره بيكون افراز بكميات قليله، لكن الخصيه بتفرز كميات كبيره. نفس الكلام الاستروجين والبروجسترون ما بيفرزوش من القشره، ولكن بتفرز هرمونات مشابهه ليهم في الوظيفه. واخد بالك انت؟ فبالتالي هرمونات الجنسيه في القشره هي هرمونات لها وظائف مشابهه لهرمونات الذكوره والانوثه. بالبلدي كده الذكر عنده هرمونات انوثه والانثى عندها هرمونات ذكوره عادي جدا. طب ايه الفكره؟ عشان الاثنين عندهم غده كظريه، فالاثنين عندهم قشره، فالاثنين عندهم هرمونات ذكوره والاثنين عندهم هرمونات انوثه، فبالتالي اي ذكر عنده هرمونات انوثه واي انثى عندها هرمونات ذكوره. ولكن خد بالك، الهرمونات في الذكر بتاعت الذكوره بتكون بتكون عاليه. ليه؟ لانها بتفرز من القشره وتفرز من الخصيه. لكن هرمونات الانثى بتكون منخفضه جدا لانها بتفرز من القشره فقط. تيجي في الانثى تلاقي هرمونات الانثى عاليه جدا مقارنه بهرمونات مين؟ الذكوره. طب ايه الفكره؟ الفكره ان هرمونات الانوثه بتكون عاليه جدا لانها بتفرز من من المبيض ومن القشره. اما هرمونات الذكوره بتفرز منين؟ من القشره بس. وصلتك المعلومه؟ عشان كده ما تستغربش لما تلاقي اعراض ذكوريه على اناث او اعراض انثويه على ذكور. الموضوع بيكون نتيجه مشكله فين؟ في الغده، في قشره الغده الكظريه. خلاص؟ طيب يبقى احنا كده فهمنا ايه هي الهرمونات الجنسيه وايه هي الهرمونات السكريه. ملحوظه بسيطه بخصوص الهرمونات الجنسيه. في بعض الاحيان بيحصل خلل في الغده الكظريه، يعني مثلا يحصل تورم في القشره، او تورم في الغده النخاميه في الاس تي اتش يزيد، فهرمونات القشره تزيد. المهم لما هرمونات الجنسيه دي تزيد بيحصل ايه؟ خلل في الصفات. يعني ايه خلل في الصفات؟ الذكر تظهر عليه علامات الانوثه، كبر حجم الثديين، نعومه الصوت، الكلام ده كله. او انثى لو زاد عندها هرمونات القشره يحصل عندها ظهور لعلامات الذكوره، تبدا تجعر في البيت وتبدا تنطح وتبدا بقى يطلع لها شنب ودقن والكلام ده كله.
فدي ايه؟ فده خلل في ظهور الصفات نتيجه ايه؟ زياده في هرمونات مين؟ في الهرمونات الجنسيه. لو الزياده دي استمرت، حصل لا قدر الله مثلا ورم في الغده الكظريه او في قشره الغده والكلام ده كله، فبيحصل بقى هنا خلل اكبر من ايه؟ من خلل الصفات، بيحصل ضمور للغدد الجنسيه. ضمور للغدد يعني ايه؟ يعني ضمور في الخصيه او ضمور في المبيض، فبينتج عنه عقم. طب اشمعنى؟ بص يا صديقي، الذكر مثلا عنده هرمونات الذكوره بتفرز منين؟ من القشره ومنين؟ من الخصيه. فلما القشره يحصل فيها ورم، افرازها هيزيد من الهرمونات الجنسيه. فبيضطر جسمك عشان يوزن العمليه يعمل ايه؟ يقلل افرازات من الخصيه. طبعا القشره هرموناتها زايده، يفضل الجسم يقلل منين؟ من هرمونات الخصيه. طب الخصيه دلوقتي هرموناتها بتقل. اي عضو في جسمك يقل نشاطه لفترات طويله يحصل له ضمور. فالخصيه نتيجه انخفاض النشاط بتاعها الشديد لفترات طويله بيحصل هنا ايه؟ ضمور في الخصيه. والضمور ده مش بس بيعطل او بيقلل الهرمونات، ده كمان بيقلل انتاجيه الحملات المنويه وممكن يوقف انتاجيه الحملات المنويه. فبالتالي تورم غده قشره الغده الكظريه يؤدي الى ايه؟ ضمور للخصيه او المبيض، الخصيه في الذكر والمبيض ايه؟ في الانثى. خلاص؟ دي كده الهرمونات الجنسيه. تعال بقى المجموعه الثالثه وهي الهرمونات ايه؟ المعدنيه، ودي من اهم المجموعات اللي لازم تاخد بالك منها، عشان المجموعه دي فيها هرمون اسمه الالدوستيرون. الالدوستيرون باللام، تمام؟ هو هرمون معدني يعمل على تنظيم، ركز معايا، وتوازن، حفظ توازن المعادن في الجسم، حفظ توازن المعادن في الجسم. يعني مثلا الالدوستيرون، لما بناخد بس صفحه فاضيه، الالدوستيرون ده بيروح لنفرون الكليه. وطبعا لما نقول نفرون الكليه تفتكر الاي دي اتش. بيعمل ايه؟ احنا عندنا نفرون الكليه اهو، خلاص، وعندنا الوعاء الدموي اهو. لحظه كده. طيب عندنا الوعاء الدموي اهو. ايه اللي بيحصل؟ ركز كده معايا. الالدوستيرون بيتحرك من قشره الغده الكظريه استجابه للاي سي تي اتش، بيروح للكليه. يروح للكليه يعمل ايه؟ يروح ياخد منها صوديوم ويوديه للدم، يحفز اعاده امتصاص الصوديوم، وفي نفس الوقت عشان يحافظ على اسموزيه الدم يخلي الدم يفقد ايه؟ بوتاسيوم. يعني بيعمل على نقل الصوديوم من البول الى الدم، ويعمل على نقل البوتاسيوم من الدم لمين؟ للبول. فهو كده بيعمل حاجه اسمها تبادل كاتيوني، ايون موجب بايون موجب. طب هو بيعمل كده ليه؟ اولا عشان الصوديوم مهم جدا في نقل السيال العصبي، فبيحاول يحافظ على مستوى الصوديوم منتظم. وكمان البوتاسيوم بيبقى موجود بكميات كبيره واحنا مش محتاجين الكميات الكبيره دي، فبنتخلص منه، وبالتالي بنعمل تبادل ما بين ايونات مهمه جدا بايونات اقل اهميه عشان نحافظ على توازن المعادن. ما ينفعش ياخد صوديوم بس، وما ينفعش يطلع بوتاسيوم بس، لا، هو بيبدل الاثنين ببعض عشان يحافظ على توازن ايه؟ الاملاح، ويحافظ على اسموزيه الدم. فهو هنا بيحافظ على مستوى الصوديوم، وبيحافظ على مستوى البوتاسيوم، وكمان بيحافظ على اسموزيه الدم. خلاص؟ طب بمرور الوقت هنا في البول، خد بالك، يقل ويزيد. في البول اللي بيقل مين؟ الصوديوم. لما الالدوستيرون يزيد الصوديوم بيقل والبوتاسيوم بيزيد. طب الدم العكس بقى، البوتاسيوم بيقل والصوديوم بيزيد. تمام؟ ده بمرور الوقت لما يزيد الالدوستيرون. طب لو حصل انخفاض في الالدوستيرون هتعكس، هتلاقي ان الصوديوم بيزيد في البول وبيقل فين؟ في الدم. وصلتك المعلومه؟ خلاص، يبقى الالدوستيرون بيأثر على نفرونات الكليه وبيعمل حاجه اسمها تبادل كاتيوني، بياخد من البول الصوديوم يرجعه للدم، وبيطلع بوتاسيوم من الدم ايه؟ يوديه للبول. طبعا مش هو اللي بيعمل كده، ولكن هو بيحفز العمليه دي، بينشطها. وصلت المعلومه؟ وصلت المعلومه. طب تعالى بقى لجزئيه ثانيه. احنا اتكلمنا دلوقتي على الالدوستيرون واتكلمنا على الاي دي اتش. طب احنا دلوقتي عندنا الاسموزيه، الاثنين ليهم تاثير عليها. الاي دي اتش بيحافظ على الاسموزيه والالدوستيرون بيحافظ على الاسموزيه. الاثنين بيأثروا على ضغط الدم. الاي دي اتش بيرفع ضغط الدم لما بيزود حجم الدم، والالدوستيرون وهو بيسحب الصوديوم بيسحب معاه ميه، للاسف، لان الصوديوم زائف في الماء، فما ينفعش تسحب صوديوم بس، تسحب معاه ايه؟ ميه. فسحبك للصوديوم والميه معنى كده انت بتزود حجم الدم،
فزيادتك لحجم الدم بتزود الضغط، فالالدوستيرون برضو بيأثر على مين؟ على ضغط الدم. عشان كده مرضى الضغط بيمنعوا او بينصح بيهم ان هم يقللوا ايه؟ الملح، عشان الملح ده هيحفز عندهم ايه؟ عمليه رفع ضغط الدم. طيب برضو تعالى بقى ان هما الاثنين بيأثروا على الكليه، الاثنين المستقبلات بتاعتهم موجوده فين؟ في الكليه. يبقى الاسموزيه الاثنين بيأثروا عليها لما بيزيدوا. الاسموزيه بص خد بالك، لما الاثنين يزيدوا تمام كده خلاص هيأثروا على الاسموزيه، او يقلوا هيأثروا على الاسموزيه. الاثنين بيأثروا على ضغط الدم، الاثنين بيأثروا على الكليه. خلاص الاي دي اتش بيرفع ضغط الدم، والالدوستيرون برضو ايه؟ بيرفع ضغط الدم. تمام. الاسموزيه الاي دي اتش بيزود الاسموزيه، سوري الايه بيقلل اسموزيه الدم، والالدوستيرون بيعمل حاجه مشابهه لانه لما بيسحب الصوديوم بيقلل الاسموزيه. اما في الكليه فهم الاثنين بيأثروا تأثير مباشر على الكليه. في هرمون بيأثر تأثير غير مباشر، هو مين؟ الاس تي اتش. الاس تي اتش ده بيعمل ايه؟ بيأثر تأثير غير مباشر على الكليه. ليه؟ لانه بيروح يأثر على القشره، القشره تفرز الالدوستيرون يأثر على الكليه، فهو تأثيره غير مباشر على عكس الالدوستيرون اسمه ده والاي دي اتش. ده كده الجزء الخاص بمين؟ بالهرمونات المعدنيه. كده احنا خلصنا هرمونات القشره، السكريه، تمام، والجنسيه والمعدنيه. تمام. نروح لمين بقى؟ نروح للنخاع. نرجع تاني المذكره. طيب في جزئيه هرمونات النخاع هنركز بس على كام حاجه كده سريعه. النخاع هو الطبقه الداخليه، التنبيه بتاعه عصبي يعني استجابته سريعه. النخاع بيفرز هرمونين اسمهم هرمونات الطوارئ، هرمون اسمه الادرينالين والنور ادرينالين. الاثنين بيعملوا ايه؟ بيخلوا الجسم يتفاعل مع حاله الطوارئ اللي تعرض لها، زي مثلا خوف، اثاره، قتال، هروب، خناق، فزع، قلق، توتر، تمام كده، ممارسه نشاط رياضي، كل الكلام ده كله. تمام كده خلاص؟ طيب بيعملوا ايه؟ مثال بسيط جدا، حضرتك ماشي في الشارع مش قادر ترفع رجلك من كثر التعب، فجأة بصيت وراك لقيت كلب وهم رحت جاري على راسك، انت مش هتلحق تفك، انت تجري على راسك في الدنيا. البني ادم اللي ما كانش قادر يتحرك ده فجأة بقى بيطير. ازاي؟ جاب الطاقة دي كلها منين؟ جسمه اصبح في حالة طوارئ بفعل مين؟ بفعل هرمون الادرينالين. طب عمل ايه الادرينالين عشان يدينا كل الطاقة دي ويخلي العضلات تبذل المجهود العنيف ده؟ تعال نقول لك بيعمل ايه. بص يا صديقي، بيروح اول حاجه لمين؟ للقلب، يزود قوه وسرعه انقباضات القلب. ضرب ضرب دب 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 دب، تلاقي قلبك ايه؟ بدا يدب بسرعه وبقوه لدرجه انت بدات تحس بالدبه بتاعه القلب. فده بيعمل ايه؟ بيرفع ضغط الدم. رفع ضغط الدم ليه؟ عشان نسرع من عمليه وصول الاكسجين للخلايا العضليه. وفي نفس الوقت بروح للكبد، هو الادرينالين يروح للكبد يعمل ايه؟ يحفز تحول الجلايكوجين الى جلوكوز، فيرفع مستوى السكر في الدم. ليه؟ عشان نوصل سكر كتير للعضلات. فالعضلات لما تحصل على الاكسجين بشكل سريع وتحصل على الجلوكوز بكميات كبيره تبدا تعمل تنفس هوائي ولا هوائي. تمام كده خلاص، تعمل الاثنين مع بعض، فتحصل على الطاقه، فتبدا العضلات في الانقباض. طبعا بالاضافه ان في سيالات عصبيه بتنتشر في جسمك كله، فبتبدا تلاقي العضلات جسمك كلها كل جسمك بيجري. تمام كده خلاص. فهنا بتقدر ان انت تأدي الايه؟ العضله بتقدر انها تجري وتنقذ الجسم منين؟ من حاله الفزع. تقول لي يا مستر طب احنا واحنا زعلانين ما بنبذلش نشاط، بس جسمك بيدي وضع استعداد لبذل اي نشاط. وانت فرحان برضه جسمك بيبقى مدي وضع استعداد، فالادرينالين في جسمك بيعلى. يقول لك ايه؟ حمسني. يعني ايه حمسني؟ ما انا هحمسك دي يعني هخليك ايه؟ متفاعل وارفع الادرينالين وعلي الادرينالين ايه؟ في جسمك. وصلتك المعلومه؟ خلاص. يبقى الادرينالين بيرفع ضغط الدم، بيرفع مستوى السكر ايه؟ في الدم. طب بيرفع ضغط الدم ازاي؟ بيزود ضربات القلب وسرعه ضربات القلب وقوه وسرعه. وكمان بيرفع مستوى السكر ازاي؟ بيحول الجلايكوجين الى جلوكوز في الكبد. خلاص. الاثنين دول لما بيرفعوا مع بعض بيوصلوا اكسجين وجلوكوز للعضلات بكميات كبيره، فبالتالي العضلات تقدر انها تعمل اكسده وتحصل على الطاقه اللازمه للانقباض والانبساط. تمام ان شاء الله. طب تعالى بقى نروح لمين؟ لجزئيه مهمه. خلاص احنا كده خلصنا هرمونات القشره وادي هرمونات النخاع. يبقى احنا كده اتكلمنا عن هرمونات القشره وعرفنا سكريه وجنسيه ومعدنيه، وهرمونات النخاع عرفنا انها هرمونات طوارئ، تنبيه هرموني، تنبيه عصبي، استجابه بطيئه، استجابه ايه؟ سريعه، وظائف هنا مختلفه، وظائف هنا مختلفه.
الشكل بتاع الخلايا هنا او المنطقه اللي بنفرز منها هنا مختلف عن المنطقه اللي بنفرز هنا. خلاص طيب نحل بقى اختبر نفسك. بعد كده ننقل على مين؟ على البنكرياس. نتكلم دلوقتي عن البنكرياس. في البنكرياس لازم تاخد بالك ان هو اول حاجه هناخدها في حاجه اسمها الغدد دي المختلطه. الغدد دي مختلطه. كلمه احنا اتكلمنا عن انواع الغدد وكان 3 انواع. غدد قنويه تفرز حاجه غير الهرمونات، اي حاجه بقى غير الهرمونات، مخاط، لعاب، مش عارف ايه الكلام ده كله، المهم انها حاجه ثانيه غير ايه؟ غير الهرمونات. كانت بتفرزها داخل قنوات خاصه بها زي الغدد الدمعيه والغدد دي الهضميه، غدد الدمعيه، وزي الغدد العرقيه، وزي ايه؟ الغدد اللعابيه. تمام؟ جينا واتكلمنا برضه عن الغدد الصماء وقلنا انها بتفرز ايه؟ هرمونات فقط، ذات افراز داخلي ايه؟ فقط. جينا برضه اتكلمنا على ان في غدد بتعمل ايه؟ حاجتين مع بعض، اسمها الغدد دي المختلطه او المشتركه، يعني عندها خلايا بتفرز افراز قنوي وخلايا بتفرز افراز ايه؟ هرموني. تمام كده خلاص؟ اهم مثال واكبر مثال هو ايه؟ البنكرياس. البنكرياس ده عضو كعضو هو تابع للجهاز الهضمي وفي نفس الوقت برضه تابع لمين؟ للجهاز الغدد الصماء. تابع للجهاز الهضمي منين؟ عشان هو بيفرز العصاره البنكرياسيه اللي هي ايه؟ بتهضم بص البروتينات والدهون والكربوهيدرات. بتهضم ايه؟ 3 انواع. كمان ليها دور مهم جدا في تنظيم البي اتش بتاعه الامعاء. دي العصاره مين؟ البنكرياسيه. طب تابع لجهاز الغدد الصماء ليه؟ لانه غده مختلطه بتفرز ايه؟ هرمونات. تعال نتعرف الاول زيه زي اي غده من حيث الموقع. طبعا الموقع بتاعه مش محتاج ان انا اقوله لك. خلاص؟ دي كده بدايه الامعاء. خلاص؟ البنكرياس بيبقى مرتبط بمين؟ ببدايه الامعاء زي كده. بيطلع منه حاجه اسمها القناه البنكرياسيه كده. تمام؟ طبعا مش هنرسم الرسمه بالظبط يعني، بس هي الفكره كلها ان البنكرياس بيبقى طالع منه حاجه اسمها القناه ايه؟ البنكرياسيه اللي بتصب حاجه اسمها العصاره البنكرياسيه في بدايه مين؟ الاس 12. بمجرد زي ما شرحنا في تجربه ستارلينج، بمجرد ما فتحه الايه؟ البواب دي تفتح يبدا ايه؟ الطعام ينزل، يبدا البنكرياس يفرز. خلاص؟ طب لما نيجي بقى نبص على البنكرياس من جوه، فهنلاقي ان البنكرياس حوالين القناه البنكرياسيه بيبقى فيه مجموعه كده من الخلايا اسمها الخلايا مين؟ الحويصليه. اسمها ايه؟ الخلايا الحويصليه. الخلايا الحويصليه هي خلايا قنويه. خلايا ايه؟ يعني بتفرز حاجه غير الهرمونات. بتفرز ايه؟ بتفرز العصاره البنكرياسيه. طب يبقى احنا دلوقتي اخذنا اول نوع من الخلايا اسمها خلايا ايه؟ قنويه، والخلايا دي حويصليه. خد بالك ان دي مش اول مره ناخد خلايا حويصليه. خدنا خلايا حويصليه قبل كده فين؟ في الغده الدرقيه. بس خد بالك ان هنا الخلايا الحويصليه خلايا ايه؟ قنويه، لكن في الغده الدرقيه كانت الخلايا الحويصليه خلايا ايه؟ صماء بتفرز هرمونات، لكن هي بتفرز حاجه ثانيه غير ايه؟ غير الهرمونات. في عالم اسمه لانجرهانز، تمام؟ كان بيفحص البنكرياس، فبص لقى كده ان في مجموعه من الخلايا متجمعين حوالين بعض كده. خلاص؟ المهم يعني، ولقى ان الخلايا دي وسطيها كده ايه؟ اوعيه دمويه. ولقى ان الخلايا دي بتبقى محاطه بخلايا حويصليه، تبقى كده حواليها خلايا حويصليه من ايه؟ من جميع الجهات. المهم يعني، فلانجرهانز ده اطلق على المجموعه دي من الخلايا اسم جزر صماء. جزر ايه؟ او جزر لانجرهانز اللي هو اكتشفها. طب اولا ليه سموها جزر؟ الجزر كلمه جزيره يعني هي قطعه من اليابسه محاطه بالماء من جميع الجهات. فهو لما لقى ان مجموعات الخلايا الصماء دي محاطه بخلايا حويصليه قنويه من جميع الجهات، فقال لك ايه؟ هنسميها جزيره. طب لانجرهانز بقى ده اللي هو العالم، يبقى سميت جزيره لان الخلايا القنويه اللا قنويه محاطه بمين؟ بحويصلات الخلايا ايه؟ القنويه. تمام كده خلاص؟ يبقى الخلايا اللا قنويه محاطه بمين؟ بالخلايا القنويه. تمام؟ فسماها ايه؟ جزر لانجرهانز. لانجرهانز لما فحص الجزر دي لقاها بيبقى فيها نوعين من الخلايا. لها فيها ايه؟
نوعين من الخلايا، خلايا الفا. طب ودي هنعرفها ازاي؟ انت ملزم انك لما اجيب لك الرسمه بتاعتها تعرف الالفا من البيتا. لما تلاقي عددها قليل تبص في نوعات في اللون الخلايا وتلاقي عددها قليل تعرف انها ايه؟ الفا. تمام كده خلاص، هي عددها ايه؟ قليل. وخلايا تانية اسمها خلايا ايه؟ بيتا. تمام كده خلاص. طب ودي هتعرفها ازاي عددها ايه؟ كتير. يعني انا دلوقتي لو حبيت ارسم لك جزيره، مين خلايا الفا؟ اللي باللون الاسود اللي هي عددها ايه؟ قليل. مين خلايا بيتا؟ اللون الثاني ده اللي هو ايه؟ عدده كتير. تمام كده خلاص. طب بالاضافه طبعا للاوعيه الدمويه اللي بتبقى موجوده ما بين الخلايا اللي عشان بتصب فيها ايه؟ الهرمونات. تمام كده خلاص. طيب بيعملوا ايه؟ يعني الخلايا القنويه وعرفنا انها بتفرز ايه؟ الانزيمات للعصاره البنكرياسيه اللي بتساعد في الهضم. اما بقى الخلايا اللا قنويه اللي هي الخلايا الصماء دي بتفرز ايه؟ بتفرز هرموني السكر. الهرمونين اللي بينظموا مستوى مين؟ السكر. هرمون الجلوكاجون وده بيفرز من خلايا الفا، وهرمون الانسولين وده بيفرز من خلايا مين؟ بيتا. تمام؟ الاثنين دول بيعملوا ايه؟ ده مستوى السكر الطبيعي. لو انخفض الجلوكاجون ايه؟ يرفعه. طب لو ارتفع الانسولين ينزله. تمام؟ خلاص؟ يبقى الاثنين دول بينظموا لي ايه؟ يحافظوا على مستوى مين؟ السكر. تمام؟ يبقى واحد بيرفع مستوى الجلوكوز في الدم، واحد بيخفض مستوى السكري في الدم. يبقى واحد بيرفع مستوى السكر في الدم وتاني ايه؟ بيخفضه. يبقى الجلوكاجون بيرفع مستوى السكر فبستخدمه في حالات انخفاض السكر، والانسولين بيخفض ايه؟ مستوى السكر فبستخدمه في حالات ايه؟ ارتفاع السكر في الدم. تعالى بقى نروح لجزئيه وهي ايه؟ هو ازاي الجلوكاجون بيقوم بوظيفته وازاي الايه؟ الانسولين بيقوم بوظيفته. احنا عارفين ان الجلوكاجون بيطلع منين؟ من خلايا الفا. يروح فين؟ يروح للكبد. يروح يعمل ايه في الكبد؟ الكبد هو مخزن الجلايكوجين. الجلايكوجين في جسمنا بتخزن في منطقتين، في الكبد والعضلات. العضلات دي مالناش علاقه بيها، كده كده هي ايه؟ اللي بتشغل نفسها بنفسها. لكن انا عايز الجلايكوجين ايه؟ اللي في الكبد. فالجلوكاجون بيطلع من خلايا الفا في البنكرياس يروح مباشره على مين؟ فقط. هو ملوش علاقه بالجلايكوجين اللي في العضلات، هو ليه علاقه بالجلايكوجين اللي فين؟ اللي في مستقبلاته موجوده فين؟ في الكبد. طيب يروح يعمل ايه؟ يحفز عمليه تحول الجلايكوجين الى ايه؟ جلوكوز. فمع مرور الوقت مستوى السكر في الدم يرتفع ومستوى الجلايكوجين في الكبد ايه؟ ينخفض. يبقى الجلوكاجون لما بيزيد بيرفع معاه مستوى مين؟ السكر في الدم وبيخفض مستوى الجلايكوجين ايه؟ في الكبد نتيجه ايه؟ استهلاكه. في مشكله في الكلام ده؟ خلاص يبقى احنا دلوقتي عرفنا الجلوكاجون ازاي بيرفع ايه؟ مستوى السكر في الدم. الجلوكاجون بيرتفع امتى في العادي؟ لما تكون صايم. لما تكون صايم، لما تكون بتعمل ايه؟ نشاط رياضي. تمام كده خلاص. لما بتكون صايم هو بيرتفع ليه؟ لانك صايم بقالك فتره ما اكلتش، فبالتالي السكر في جسمك ايه؟ بدا يقل لان انت بدات ايه؟ تستهلكه ومفيش مصادر جديده داخله، فبالتالي بيبدا ايه؟ هو ينشط عشان يحول المخزون اللي في جسمك الى ايه؟ الى جلوكوز ويبدا ايه؟ يستهلكه. تمام خلاص. عشان كده بيسموه هرمون الصيام. تمام. طيب وكمان بيزيد في حاله نشاط الرياضه عشان يوفر سكر للعضلات، يوفر سكر في الدم العضلات تقدر تستخدمه في عمليه ايه؟ انتاج الطاقه والاداء النشاط. طب تيجي بعد كده الهرمون ده اسمه الايه؟ الانسولين. اذا كان الجلوكاجون هرمون الصيام فالانسولين ده هرمون الفطار. انت بعد ما بتفطر تضرب كده الاكله التمام بيبدا ايه؟ عايز تنام، صح؟ طب هي ايه الفكره؟ اللي بيحصل الانسولين ليه؟ بالظبط. انت لما بتاكل ساعه كده نص ساعه تهضم، تبقى مرمي على ظهرك كده ومش قادر تتحرك، انسولينك بيعلى اول ما يبدا يحصل هضم. اشمعنى؟ لان انت لما بتهضم بتحول كل الكربوهيدرات اللي اكلتها لايه؟ سكريات. السكريات دي بقى السيروكسين يحفز امتصاصها فتروح فين؟ في الدم. فمستوى السكر في الدم ايه؟ يرتفع. يجي هنا الانسولين ايه؟ هو بقى اللي يجي دوره. هو بقى ايه؟ الانسولين بيعمل ايه؟ بص ركز معايا.
الانسولين بيعمل 3 حاجات عشان يقوم بوظيفته. اول حاجه بيحفز دخول السكر للخلايا، يعني يبدا يحفز الخلايا عشان تدخل ايه؟ السكر. عايز اقول لك على حاجه، ان مفيش خليه هتدخل جزيء سكر احادي لجوه غير لما يكون معاها انسولين. بمعنى ادي دي خليه وده المستقبل، السكر عشان يدخل جوه الخليه مش هيدخل غير لما الانسولين يرتبط بالمستقبل. شفت انت لما تكون رايح النادي ويقول لك فين كارنيه العضويه بتاعك؟ مش معاك كارنيه عضويه فمش هتدخل، تمام كده خلاص؟ بالظبط. عشان كده خلايا الفا ايه؟ خلايا بيتا ولا ايه؟ كتيره اكتر من خلايا مين؟ الفا، لان احنا بنحتاج الانسولين على مدار ايه؟ فترات طويله وبنستهلك انسولين كتير. لكن ايه؟ الجلوكوجين بنحتاجه في حالات ايه؟ يعني حالات قليله، مش هقول نادره بس حالات ايه؟ قليله، تمام؟ طيب المهم ان الخلايا مش هتدخل الجلوكوز غير لما الانسولين يرتبط بمين؟ بالمستقبل بتاعه. مش هتدخل اي سكر احادي، مش الجلوكوز بس. السكر الوحيد اللي ينفع يدخل الخلايا بدون حاجه للانسولين، بدون اذن من الانسولين، هو الفركتوز، هو سكر الفاكهه. ده السكر الوحيد اللي يقدر يدخل ايه؟ حتى لو الانسولين مش موجود. تمام كده ايه؟ بالظبط، تمام كده خلاص. هو كل معظم السكريات طبيعيه، بس هي الفكره كلها في انه ايه؟ ده حجمه مناسب ان هو يدخل من غير ايه؟ بدون الحاجه اللي عمل مين؟ الانسولين. تمام؟ يبقى جميع السكريات الاحاديه لا يمكنها الدخول الى مين؟ الى الخلايا الا في وجود مين؟ الانسولين، ما عدا مين؟ الفركتوز. يبقى الانسولين موجود، اول ما الانسولين يرتبط بالخليه يبدا السكر ايه؟ يدخل ايه؟ لجوه، تتدفق السكريات الى داخل مين؟ الخلايا. طب ما كده مستر الخلايا يبقى فيها سكر كتير؟ لا، ما هو بيعمل حاجه تانية وكمان بيحفزها على اكسدته. يعني مش بس بيحفزها على مين؟ على دخول السكر، لا بيحفزها عشان تحرق مين؟ السكر. عشان كده في الشتاء انت اول ما تاكل تدفى، صح ولا مش صح؟ ما هو ليه؟ اول ما بتاكل الانسولين بيبدا ايه؟ يشتغل ويحفز دخول السكر لمين؟ للخلايا، ويحفزها كمان على الحرق فيرفع درجه حراره مين؟ الجسم الداخليه. تمام؟ في اي مشكله في الكلام ده؟ مفيش اي مشاكل. طب تعالى بقى لرقم 2. احنا عرفنا هو بيعمل ايه؟ بعد ما عمل ده كله لسه السكر مرتفع برضه. ما هو مستوى السكر الطبيعي من 80 ل 120 مللي جرام لكل سنتيمتر ايه؟ 100 سنتيمتر مكعب. ده التركيز بتاع السكر ايه؟ الطبيعي. هو انت اكلت فطبيعي جدا التركيز ده هيزيد قوي عن المستوى الطبيعي، فالانسولين بيعمل كده عشان ايه؟ يرجعه لوضعه الطبيعي. ولكن للاسف حتى بعد ما عمل دي لسه السكر زي ما هو ايه؟ عالي. فيعمل الحركه الثانيه، يعمل ايه؟ يحفز، يحفز خلايا الكبد على، لا ملوش علاقه بالعضلات، على تحويل الجلوكوز الى جلايكوجين. بيحفز خلايا الكبد، تمام كده ايه؟ موجود في الاثنين، بس هو تحفيزه الرئيسي على مين؟ الكبد. الكبد ده المخزن الرئيسي، تمام؟ فهو بيحفزه على مين؟ تحويل، تمام كده خلاص، الجلوكوز الى ايه؟ جلايكوجين. في اي مشكله في الكلام ده؟ طب يفضل بقى يحفز خلايا الكبد عشان تدخل السكر جوه وتحوله لمين؟ لجلايكوجين. فهو كده خد بالك الانسولين بيشتغل على السكر في حاجتين عكس بعض. بيحفز الخلايا عشان تهدم السكر، وبيحفز خلايا الكبد عشان تعمل ايه؟ بناء. فهو بيحفز هدم وبيحفز ايه؟ بعد ده كله يفضل السكر مرتفع. لسه السكر ما رجعش، هو مستواه قل ولكن لسه ما رجعش لمين؟ مستواه الطبيعي. يعمل ايه بقى؟ للاسف هو الحل الاخير، يحفز الخلايا الدهنيه على انها تحول السكر لدهون. يبدا يخزن السكر زاد في صوره ايه؟ عشان كده الدكاتره بتحذر من سكر الزياده، عشان اي سكر زياده بيعمل ايه؟ يحول لدهون. خلاص وصلت المعلومه؟ يبقى الانسولين تمام بيخفض مستوى السكر بثلاث ايه؟ حاجات. رقم 1 يحفز دخول الخلايا، ويحفز ايه؟ احتراقه، اكسدته. يحفز خلايا الكبد على تحويله الى ايه؟ جلايكوجين. يحفز الخلايا الدهنيه على تحويله الى ايه؟ دهون. في اي مشكله في الكلام ده؟ طيب بعد ده كله ما اعتقدش ان السكر هيفضل ايه؟ مستواه مرتفع.
ده الطبيعي انه بعد ما يعمل الثلاث حاجات دول السكر يرجع لمستوى ايه؟ مستوى طبيعي. في اي مشكله في الكلام ده؟ ان بروبلم؟ طيب تعالوا بقى، احنا خلاص عرفنا الانسولين بيعمل ايه والجلوكوجين ايه بيعمل ايه. لما يحصل خلل في الانسولين، خلل فين؟ يحصل مرض اسمه مرض مين؟ السكر، مرض البول السكري. طب ايوه، ايه اللي بيحصل يعني؟ مش فاهم انا برضه. الموضوع بيبدا ازاي؟ مريض بدا يشعر بالجفاف وكثره ايه؟ تبول. جفاف وكثره تبول اوتوماتيك دي اعراض مين؟ سكر، بالاضافه ان اسموزيته عليت والكلام ده كله. طب يبدا يروح لمين؟ للدكتور. يقول له انا عندي جفاف، كثره ايه؟ تبول، وانخفاض في نشاط ايه؟ عامل الجسم، الجسم كله يعني همدان. يقول له بص، احنا مش عارفين ان الاعراض اللي عندك دي اعراض بول سكري ولا اعراض سكري كاذب بتاع الاي دي اتش. يقول له طب احنا نعرف ازاي؟ يقول له لازم تروح تعملي تحليل السكر. لو السكر مظبوط يبقى دي مشكله ايه؟ اي دي اتش. لكن لو السكر فيه مشكله يبقى دي مشكله ايه؟ سكر. راح عمل التحليل، لقى ان نسب السكر مرتفعه غير طبيعيه. فراح ايه؟ للدكتور. قال له يا دكتور السكر مش طبيعي، السكر عالي. قال له كده انت عندك مشكله فين؟ في الانسولين. كده انت في خلل عندك في مين؟ في الانسولين. فالدكتور بيشرح للمريض، يعني بيقول له ايه؟ بيقول له الخلل اللي بيحصل في الانسولين حاجه من اتنين. يا اما الخلل ده نقص انسولين، البنكرياس فيه مشكله. المشكله دي ممكن تكون مثلا نتيجه عن خلايا بيتا اتدمرت بفعل الجهاز المناعي، او خلايا بيتا الجين المسؤول عن انتاج الانسولين حصل فيه مشكله. المهم ان في حصل نقص فين؟ في الانسولين. والخلل الثاني هو زياده انسولين. كلام مش معقول، نقص او زياده. ايه الفكره؟ بص يا صديقي، في كلا الحالتين احنا عندنا مشكله، بس تعالى افهمك بس ايه المشكله فين. الدكتور لازم هيقول له ايه؟ هيقول له في حالات نقص الانسولين هو ناتج عن مشكله فين؟ في البنكرياس، فبيحصل مشكله في تكوين ايه؟ الانسولين. اما في حاله زياده الانسولين فده اسمه مقاومه انسولين. طب احنا عايزين نعرف انهي نوع من المرض عنده. هل هو مريض هذا المرض الخطير خلاص، واللي هو غير شائع يعني مش منتشر بين الناس كتير، ولا هو مريض هذا المرض الشائع والاقل خطوره؟ المريض بدا ايه؟ عايز يعرف نفسه هو مريض هذا المرض الخطير اللي هو علاجه صعب وقليل جدا لما بيحصل، ولا مريض هذا المرض ايه؟ الشائع اللي هو منتشر ما بين الناس وفي الغالب بيكون من وراثه والكلام ده كله وعلاجه ايه؟ بسيط. تمام كده خلاص. فيروح الدكتور يقول له ايه؟ انا عايزك تعملي تحليل انسولين في الدم، تقيس لي مستوى الانسولين. فراح يعمل تحليل الانسولين، لا الانسولين ناقص. يبقى انت من مريض ايه؟ النوع الخطير، والمشكله عندك تابعه لمين؟ للبنكرياس. البنكرياس ما انتجش ايه؟ انسولين، فعشان كده مستوى السكر عندك ايه؟ عالي. يقول له طب وده علاجه ايه؟ حقن انسولين. يتحقن ايه؟ لان الانسولين هرمونات البنكرياس بروتينيه، فما ينفعش تاخد عن طريق مين؟ الفم، فيتاخد في صوره ايه؟ حقن، سواء انسولين بشري او انسولين ايه؟ اللي هو المستخرج من المشاية والحاجات دي. بس في ناس ما بتقدرش تستحمل الانسولين المستخرج من المشاية. تمام، انسولين بشري مكلف. المهم يعني خلاص. طيب لو الدكتور بقى لقى ان مستوى الانسولين عنده عالي، فالمريض طبعا راجع للدكتور يقول له طب ما انا الانسولين عندي حلو هو كتير. يقول له لا، ما هو كتير دي ايه برضه ايه؟ مشكله. كده انت عندك انسولين والخلايا بتاعتك فيها مشكله. المستقبلات بتاعت الانسولين اللي المفروض الانسولين هيرتبط بيها مش راضيه ترتبط مع الانسولين. ممكن بقى يكون المشكله دي مثلا خلل جيني في تكوين البروتين بتاع المستقبل، فالشفره بتاعته فيها مشكله فمش مرتبط مع مين؟ مع الانسولين. المهم ان الانسولين موجود في دمك والسكر موجود في دمك، ولكن ايه؟ الانسولين مش قادر يرتبط بمين؟ بالخلايا، فبالتالي انت مش قادر ايه؟ تحصل على مين؟
السؤال الانسولين مش قادر يقوم بوظيفته، فده احنا بنسميها مقاومه مين؟ انسولين. الخلايا غير مرتبطه بمين؟ غير قادره على الارتباط بمين؟ بالانسولين. فده طبعا علاجه بيبقى مختلف، لان احنا بنعالج مشكله المقاومه نفسها، وبنصحه ان هو ياكل ايه؟ فركتوز كتير. تمام كده خلاص، سكر فركتوز كمصدر ايه؟ للطاقه. خلاص. لا، نقص الحقن، ما انت الحقن دي مش سهله، لا خالص. انت بتبقى محتاج كل شويه تاخد حقن انسولين اللي على حسب نوع الاكل اللي انت بتاكله، تبقى ماشي على نظام غذائي معين، انت فاهمني الكلام ده كله. فالموضوع لا بيبقى صعب. ثانيا هنا الخطوره كلها فين؟ في ان البنكرياس نفسه فيه مشكله، انت فاهمني، في عضو بقى متدمر، يعني في خلل. خلاص. طيب في اي مشكله في الكلام ده؟ any بروبلم؟ اخر حاجه بقى في الجزئيه دي وهي ايه؟ ان احنا بنتكلم عن السكر، اتكلمنا عن هرمونات بتزود وهرمونات ايه؟ بتقلل. الهرمونات اللي بتزود حط عندك من اول السيروكسين، لما بيعمل امتصاص بيحفز امتصاص السكر من الامعاء، فبيرفع مستوى السكر ايه؟ في الدم، وصولا الى الكورتيزون، لما كان بيزود السكر عن طريق ان هو بيوفر سكر من مصادر تانية غير كربوهيدراتيه. بعد كده عندنا مين؟ الجلوكاجون، وده من خلال ان هو بيحفز عمليه ايه؟ تحول الجلايكوجين في الكبد الى ايه؟ الجلوكوز، وصولا الى الادرينالين والنور ادرينالين، اللي هم برضو بيعملوا نفس الجلوكاجون، بيحفزوا تحول الجلايكوجين الى ايه؟ جلوكوز في حالات مين؟ الطوارئ. كل دول بيرفعوا السكر ايه؟ في الدم. في منهم اللي بيشتغل بطريقه مختلفه عن الثاني، يعني السيروكسين بيحفز امتصاصه من الامعاء، اما الكورتيزون بيوفروا مصادر اخرى غير كربوهيدراتيه، الجلوكاجون والادرينالين بيحولوا الجلايكوجين الى ايه؟ بس في اختلاف في التوقيت. ده بيشتغل بعد الاكل وانت بتهضم، تمام؟ ده بيشتغل لما تقعد فتره ما تاكلش كربوهيدرات ويحصل نقص في المخزون بتاعك. ده بيشتغل في الحالات الطبيعيه لما ايه؟ لما تقعد فتره ما تاكلش وتعوز تستفاد ايه؟ من المخزون. اما ده بقى بيشتغل في حاله مين؟ الطوارئ. فكلهم بيأثروا تأثيرات متشابهة، ولكن الاختلاف فين؟ في التوقيت والطريقة اللي بيشتغلوا ايه؟ بيها. الهرمون الوحيد اللي بيخفض مستوى السكر في الدم هو هرمون مين؟ الانسولين. وده طبعا بالثلاث طرق اللي احنا ايه؟ اتكلمنا عنها. في اي مشكلة؟ يعني بروبلم؟ طيب ده كده الجزء بتاع النهارده. الحصة الجاية هنقفل الدرس ده عشان نحل عليه، عشان ندخل في معسكر ان شاء الله خاص بالهرمونات والدعامة والحركة برضو ايه في الاخر. تمام؟ عشان نفنشهم نتوكل على الله ايه؟ نروق شويه على الفصلين دول قبل ما ندخل في التكاثر ان شاء الله. تمام؟ في حد عنده استفسار عن حاجه؟ في اي بروبلم؟ استفسار؟ اي حاجه اكيد؟ تمام؟